على اجمل متابعين. بدأنا الفيديو على طول. دلوقتي بنسلق الفرخه، يا دوبك الميه غلت وحطينا الفرخه وبعدين البصل، وبعد كده شويه من الكمون، شويه من الفلفل. عايزين نسلق الفرخه النهارده علشان عايزين نستفيد بالشوربه بتاعتها، عشان هي فرخه بيضه بتستوي بسرعه. هننزل بالملح مش زي اللحمه. هنعمل مع بعض صباعين كفته كده بالبطاطس، اكل بيتي، وتابعوا الفيديو ومش هتندموا. علشان هنطبخ بقى، طلعته قبلها بشويه كده، لسه طالع من الديفريزر، حتى التلج لسه عليهم. كفته بقى بالبطاطس، اكله بيتي فاخر من الاخر. فص ثوم كبير وهننزل بيه كده، علشان الثوم بيتمر بسرعه، نخلي بالنا. بعد كده طماطم، وهي طالعه لسه من النار هنرش عليها شويه من الملح. غسلت الرز وحطيت فيه شويه من الماء. ننزل كده بحته قشطه مع اللبن، مش عايزينه دسم قوي، وده مكعب زبده كبير. غسلت الرز مش بننقعه، حطينا شويه ميه وشويه لبن. لو عايزاه دسم حطي لبن بس من غير ميه، بس احنا بنحبه خفيف. وشويه ملح. بس كده وصفتنا النهارده، وهنشوف صينيه الرز المعمر هتبقى شكلها ازاي. في الفرن على طول، قايد بقاله ربع ساعه، لازم يدخل وهو سخن. التوابل هكتفي بالفلفل والكمون ومرقه الدجاج. سبكت معانا، هننزل بصباعين الكفته. دي كفته رز، تقليبه حلوه كده. وبعد كده شويه من السوائل بقى، ترنبين شوربه حلوين. بعد ما الكفته غلت معانا هننزل بمكعبات البطاطس. بسم الله. ودي كانت وصفتنا معاكم النهارده من نص الفرخه. عملنا العزومه المعتبره دي. لو عايزه الرز المعمر جميل ودسم كده وعليه وش، ما تحطيش ميه، هيبقى لبن وبس. احنا عايزينه خفيف واللبن ما يبانش فيه قوي. اوعوا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناه. اشوفكم كل خير. يا باي باي.